هذا الرجل والذي توقع زلزال سوريا وتركيا، ثم توقع الزلزال الخفيف الذي حدث في مصر بدقة متناهية وغريبة، ثم توقع زلازل تركيا الخفيفة التي تبعت الزلزال الكبير بدقة متناهية. خرج من يومان بفيديو صادم ومرعب يتوقع فيه حدوث زلزال وصفه بالعظيم، وهذا الوصف يعد وصفا مرعبا ومخيفا، فزلزال تركيا وسوريا هو زلزال كبير داخل نطاق 7 درجات ريختر، أما الزلزال العظيم فهو ما بين 8 إلى 9 درجات، وهذا يعني أن يكون هذا الزلزال مدمرا وساحقا، وتصل قوته إلى 20 ضعف زلزال تركيا وسوريا. فلو ضرب هذا الزلزال مدينة أو دولة غير مقاومة للزلازل مثل اليابان التي بها أغلب مبانيها مقاومة للزلازل، فإنه سيكون مدمرا بشكل مرعب ومخيف. فآخر زلزال من هذا النوع قتل ما يقرب من 350 ألف إنسان،